هنكمل مع بعض حلقة أسرار الصدقة. ناس كتير قالت لي أنا نفسي أعمل صدقة بس فعلا مش معايا فلوس. هقول لك موقف للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. طلب من الصحابة التبرع، فكان في واحد ما معهوش غير حفنة من التمر. قال اللهم إني لا أملك غيرها وحطها. فبعض الصحابة ضحكوا لصغر الصدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تصدق هذا بصدقة أعظم من جبل أحد. أصل اتبرع بكل ما يملك. وكمان هقول لك إن الصدقة مش بس فلوس، الابتسامة في وش الناس صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إنك تدعو لحد في ظهر الغيب دي كمان صدقة، إنك تشتري مصحف أو كتب علم كل حرف يتقرأ فيها في ميزان حسناتك، حتى لو شجرة تزرعها، كل طير أو إنسان يأكل منها أو يستظل بيها كله في ميزان حسناتك. كمان في ناس قالت أنا معرفش ناس حواليا، هو ينفع أديها لحد قريبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح الموضوع ده ببساطة وقال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. يعني لو اديت مسكين لك أجر صدقة، لكن لو اديت قريبك اللي محتاج ليك أجرين، أجر صدقة وأجر صلة رحم. دي كانت دقيقة لقلبك. اعرف إن الصدقة مش مجرد حاجة هتشوف ثوابها بعدين، دي بركة بتشوف أثرها فورا، بتزود الرزق، بتشيل البلاء، بتطمن القلب.